كتحس براسك دائما مشغول وما كتقدرش تكمل التو ليست ديالك. في الحلقه ديال اليوم غادي نشوفوا كيفاش نقدروا نماناجيو البرايورتيز ديالنا. السلام عليكم، مرحبا بكم الاخوان في الحلقه الرابعه من سلسله التغيير الحقيقي اللي غادي نشوف فيها بصح كيفاش نقدروا نبداو التغيير الحقيقي بعيد على الهضره ديال الريلز ديال الانستغرام والموتيفاسيون. حيت داك التغيير اللي كتشوفه في السوشيال ميديا راه تغيير طومبوريل ويقدر يصرى معاك سيمانه ولا جوج سيمانات وترجع لحالتك العاديه اولا كفس. فالتغيير الحقيقي كيخصو صبر وكونسيستنسي وديسيبلين وتعرف كيفاش تماناجي وقتك وتماناجي حتى البرايورتيز ديالك باش تقدر تكمل كاع داكشي اللي عليك. الحاجه اللي كيعانيو منها بزاف الناس واللي نقدروا نسميوها unproductivity overwhelm، يعني ملي كتكون كدير بزاف ديال الحوايج بزاف ديال لي تاسك ولكن ما كتحس براسك انك كتزيد شي خطوه لقدام. هذيك يعني بحال كضربيه في الخوا وصافي. واش كيكون بسبب انك ما كتكونش عارف البرايورتيز ديالك اولا الاولويات ديالك؟ حتى ما كنتيش عارفهم فراه كتولي كتضيع وقتك وجهدك في شي حوايج اللي ما غاديش يعاونوك توصل لداكشي اللي بغيتي. دونك في الفيديو هذا غادي نوريك واحد التكنيك اللي غادي تعاونك تماناجي البرايورتيز ديالك في الاوقات اللي كيكون عليك فيهم الضغط وكيكون عندك بزاف ما يدار. بعدا في الاول خاصنا نعرفوا شنو هو الفرق ما بين urgent tasks و important tasks. الurgent tasks اولا المهام الطارئه هما دوك التاسكس اللي خاصك تركز فيهم وتساليهم دابا، والكونسيكونسز اولا العواقب ديالهم كيكونوا قراب. اما الامبورتانت تاسكس اولا المهام المهمه هما المهام اللي كيعاونوك تحقق الاهداف ديالك على المدى البعيد وكيكون عندهم اف كبير على الحياه ديالك. هاد التاسكس هادو في اغلب الاحيان ما كيكونش عندهم واحد الدليل معين اولا واضح وكيكونوا العواقب ديالهم باقيين بعاد، وهادشي اللي كيخليك انك تبدا تقول خليهم حتى من بعد، خليهم حتى الغدا، وكتبدا كتاجل فيهم حتى ما كتبقاش ديرهم. فهاد التكنيك اللي غادي نشرح لك اليوم سميتها ذا ايزنهاور ماتريكس. دونك يا اخوانا من بعد ما جبت لكم دابا السبور نقدر نشرح لكم مزيان كيفاش التكنيك ديال ايزنهاور كتخدم. فانت ولا انت دابا جيب دا ورقه وستيلو باش تقدر تطبق معايا هادشي. اول حاجه خاصنا نرسموا واحد الطابلو فيه 4 الخانات. اول حاجه غادي نكتبوا هنايا اللي هي urgent. المهم الاخوان ما ديروش على خط، المهم انكم خاصكم تكتبوا هنا urgent. وثاني حاجه خاصك تكتبوا هنايا اللي هي important. هاد الجوج هادو هما اللي غادي يعاونونا باش نقدروا نعرفوا واش ديك التاسك واش هي برايورتي ولا ماشي برايورتي. هنا غادي تكون not urgent يعني ماشي طارئه، وهنا في التحت غادي تكون not important يعني ماشي ضروري. فإلا ما بان لكمش هاد الطابلو هذا مزيان فدابا غادي تبان لكم واحد التصويره فيها هاد الطابلو هذا. دابا انت كتقول لي الياس احنا قسمنا الطابلو اشنو من بعد؟ هاد الخانات اللي قسمناهم دابا في الطابلو فهم عباره على دي كاتيجوري، والتاسك ديالنا غادي نحطوها في وحده من هاد لي كاتيجوري هادو. اول كاتيجوري هما لي تاسك اللي كيكونوا urgent و important في نفس الوقت. فهاد الكاتيجوري اللي كنحطوا فيها لي تاسك اللي خاصنا نكملوهم دابا قبل من غدا، بحال مثلا شي بروجي خاصك تساليه او تصيفطوه هاد السيمانه هادي، اولا تكمل المراجعه ديال شي امتحان اللي عندك من مورا يومين. لا يعني في الحاله ديالتي بصح عندي امتحان بعد غدا وخاصني نراجع عليه ضروري. اولا هذا الفيديو اللي خاصني نصوروا اليوم اللي هو الشيء اللي كندير فيه دابا ونمونطيه غدا في الصباح باش نلوح لكم غدا في العشيه. هادو هما التاسكس اللي كيكونوا urgent و important في نفس الوقت. ثاني كاتيجوري عندنا اللي هي not urgent ولكن important. هما التاسكس اللي خاصك ديرهم اللي كيأثروا لك على الفيتور ديالك ولكن ماشي urgent وماشي خاصك ديرهم في الوقت الحالي دابا. يعني ما كاينش واحد اللي غادي يجي عندك وغادي يوقف عليك وغادي يقول لك دير هاد التاسك هادي دابا، بحال مثلا الصحه ديالك، احلامك اولا الفيتشر جولز ديالك. بحال مثلا انا غادي نصور واحد الشورت فيلم، هذه تاسك امبورتنت وغادي تاثر لي على الفيوتشر جولز ديالي ولكن ماشي ايرجنت. ماشي خاصني دابا نقطع الفيديو ونمشي نصور فيلم، يعني خاصني ناجلها حتى نسالي بعدا دوك لي تاسك اللي كيكونوا ايرجنت و امبورتنت وماشي عاوتاني تاجلها وتنساها. فراه خاصك تخصص لها واحد الوقت في السيمانه اللي غادي يخليك تبروغريسي في ديك التاسك. بحال مثلا كل سبت في العشيه نخلي واحد ساعتين اللي غادي تخليني بروغريسي في الشورت فيلم ديالي. مثلا هاد السبت هذا خاصني نلقى فكره، السبت الجاي نبدا السكريبت، السبت اللي مورا نكمل السكريبت والى اخره. والثالث كاتيجوري اللي هما لي تاسك اللي كيكونوا urgent ولكن ماشي important، هي ديك الخدمه اللي كتكون غير زايده ولكن ضروريه واللي خاصك سوا ديليغيها لشي واحد، يعني تخلي شي واحد اخر اللي يديرها في بلاصتك. فحاول تلقى وتخصص لها واحد الوقت باش تكملوا فيها. نعطي مثال بالحياه البروفيسيونيل، بحال مثلا الناس اللي خاصهم كل نهار يجاوبوا على الميساجات ويجاوبوا على لي زيميل،
فراه يمكن ليه يجيب شي اسيستنت اللي يتكلف ليه غير بالميساجات ويجاوب على لي زيميل، وهكذا غادي يقدر يوفر على الوقت اللي يمكن ليه بروغريسي سوا في التاسك اللي كيكونوا ايرجنت و امبورتنت، ولا التاسك اللي كيكونوا نوت ايرجنت و امبورتنت. واخر كاتيجوري اللي هي نوت امبورتنت و نوت ايرجنت، يعني مهام ماشي طارئه وماشي مهمه. هادو هما التاسكس اللي خاصك تخليهم حتى من بعد اولا ما ديرهمش مره وتحيدهم عليك. بحال مثلا تسكرولي في السوشيال ميديا فراه هي ماشي مهمه وماشي ايرجون. وهكذا نقدر نقول لك اننا كملنا طابلو اللي غادي يخليك واللي غادي يعاونك تماناجي البرايورتيز ديالك وتكمل كاع التاسكس اللي عليك. باش ديروا واحد الخلاصه على الستيل اللي شرحنا اليوم، شد واحد الطابلو قسم على 4 الخانات، دير فيه urgent و important not urgent و not important. هادو هما العوامل اللي غادي يخليونا نعبروا ونعرفوا التاسك ديالنا واش هي برايورتي ولا لا. فالخانه الاولى كيكونوا فيها التاسكس اللي كيكونوا urgent و important في نفس الوقت، الخانه الثانيه كيكونوا فيها التاسكس اللي كيكونوا urgent ولكن not important، الخانه الثالثه كيكونوا فيها التاسكس اللي كيكونوا not urgent ولكن important، والخانه الرابعه والاخرانيه كيكون فيها التاسك اللي not important و not urgent. فكنقدر نقول لك اننا كملنا الشرح ديال اليوم، ونتمنى انك تكون فهمتي هذا الشيء وطبقتي معايا هذا الشيء اللي ذكرت اليوم. فراه حتى الا ما طبقتيش فدابا من بعد ما تشاهد الفيديو هذا ودير واحد اللايك، زبد واحد الورقه ورسم على الطابلو هذا وكتب كاع التاسكس اللي عندك وكل تاسك حطها في خانه. فقبل ما نسالي الفيديو كتب لي في الكومنت كي غادي مع التشالنج اللي درنا النهار الاولاني، واش غادي معاه مزيان ولا شويه ولا والو. الناس اللي ما عارفين التشالنج واول مره يشوفوا القناه، في الحلقه الاولى ديال الكونسيبت هذا درت معكم واحد التشالنج ديال اننا خاصنا نوضوا على واحد العادات كل نهار في هذا الشهر رمضان. اول عاده اللي هي نصليو 5 صلوات، نقراو 20 صفحه من القران، نديروا على الاقل ساعه ديال ليرنين كل نهار. ورابع حاجه اننا نبعدوا على العادات السيئه لمده هذا الشهر كامل، نديروا عليها واحد ديتوكس. وهذا بيكون هو الموضوع ديال الفيديو الجاي اللي هو الدوبامين ديتوكس. الا بغيتي تشوف هذا الفيديو ده فما عليك دير واحد سبسكرايب وتسنى الفيديو غادي يتحط بعد غدا. فراه الا عجبكم الفيديو ديروا لايك، ولا ما عجبكمش كتبوا لي في الكومنتات اشنو اللي ما عجبكمش، واش بغيتونا نبدلوا في الفيديو الجايين او لا، التوبكس اللي بغيتونا نهضروا عليها في الفيديو الجايين. السلام عليكم.